النقطة التالتة في موضوع حادثة الأقصر واللي خدنا بالنا منها، وهي غياب روح المبادرة عند الناس. طبعا احنا نعرف ان في ابحاث اجتماعية اتكلمت عن موضوع المبادرة، وقالوا ان مهما كان عدد الناس اللي موجودة، الشخص الاول اللي بياخد الاكشن في اي حادثة او بعد اي صدمة هو ده بيكون السبب الرئيسي في ان الناس تتحرك. ولو ما حدش اخد الاكشن، او الشخص اللي المفروض يكون عنده روح المبادرة ما اخدش الاكشن ده، مهما كان عدد الناس ما حدش هيتحرك. وبالتالي ففي بني ادمين عندهم روح المبادرة، دول بيبقوا موجودين في اي مجتمع. ليه ما حدش كان عنده روح المبادرة في هذا المكان؟ الحقيقة ان في مجتمعنا المصري او في الاونة الاخيرة حصل ان زي ما تم اخفاء القادة المجتمعيون أو تم إضعافهم بصورة كبيرة، تم إضعاف روح المبادرة عند الناس. ليه إضعاف روح المبادرة عند الناس؟ لأن كل ما بتتوغل الدولة في المجتمع أكتر، كل ما بتتوغل الدولة بين الرجل ومراته، كل ما بتتوغل الدولة في التفاصيل الدقيقة بتاعة الناس نفسها ما بتحسش بقدرتها على إدارة أمورها بصورة أو بأخرى، أو قدرتها على الحل من غير ما يكون الدولة موجودة جوه الموضوع. وبالتالي في إشكالية هنا. الناس شايفة إن تقدير المبادرة مش هيكون موجود، وبالتالي فطالما أنت شايف إن تقدير المبادرة مش هيكون موجود، معظم الناس مش هتبادر. والحقيقة مع محاولات إسكات روح المبادرة لصالح المركزية الشديدة للدولة، لكن موجودة روح المبادرة. هو ما كانتش موجودة في هذه الحادثة، بس أنا في رأيي إن هي موجودة. واللي خلاها موجودة بصورة كبيرة هو جدعنة الشعب المصري، مش أكتر. يعني الشعب المصري لو شعب آخر وحصل له كل التفاصيل اللي حصلت في الآونة الأخيرة آه، لقتل او لاضعاف روح المبادره، ما كانش هيبقى فيه روح مبادره تماما لكن دلوقتي لا، لو في حادثه ناس كتير هتقف للحادثه، لو في حد محتاج حاجه ناس كتير بتقف للحد اللي محتاج حاجه. حصل تغير، حصل تغير، بس اكتر حاجه مقاومه التغير ده هو جدعنه الشعب المصري الحقيقه يعني. وفي نقطة في المبادرة مهم برضو ان احنا، او روح المبادرة يعني، مهم ان احنا نتكلم فيها، وهي علاقتها بالقادة المحليون. وطبعا النهاردة احنا 25 يناير، وكثير من القادة المحليون اللي افرزهم المجتمع هم شباب 25 يناير، اللي بيتم الحقيقة اسكاتهم بصورة كبيرة وتنحيتهم عن الصورة وكل هذه الحاجات. لكن الشباب دي هم قادة مجتمعيون في اماكنهم، وهم يعني الحقيقة ان انا بشوفهم ان هم امل مصر لقدام. لان الناس دي آم، داقت طعم المسؤولية، داقت طعم الحرية، داقت طعم ان هم يكونوا ممثلين جيدين للناس. وبالتالي فالقادة المجتمعيين دول اللي بيبقى عندهم روح المبادرة، واللي وجودهم في المكان او في اي مكان الحقيقة بيعلي روح المبادرة في المكان ده. لان المبادرة هي احساس من جواك الحقيقة انك لازم تاخد اكشن في الوقت